بعد غيبة طويلة رجعت لكم بفيديو جديد، وفي الأول عايزة أقول لكم كل سنة وانتم طيبين وعام جديد سعيد عليكم يا رب، وإن شاء الله السنة دي تبقى كلها خير وبركة ليكم واخواتنا المسيحيين. كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد مجيد عليكم يا رب. وبإذن الله تعالى هحاول دايما إني أنزل لكم فيديوهات باستمرار. وفي الفيديو ده هحكي لكم قصة غريبة ادعتها واحدة من أشهر ملوك مصر القديمة، وهي الملكة حتشبسوت. في الفيديو ده هنعرف هي ازاي قدرت انها تتولى حكم مصر، وايه القصة اللي قدرت بيها انها تضحك على شعب مصر عشان تقنعهم بيها كملكة على قيمتها، وازاي قالت انها بنت امون. وعشان نعرف ايه الحكاية بالتفصيل كملوا الفيديو للاخر، وما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس. وعشان ما اطولش عليكم اكتر من كده تعالوا نرجع سوا بالزمن ونعرف ايه الحكاية. حتشبسوت هو اسم أول ما بيتقال مهما كانت جنسية اللي بيسمعه، سواء مصري أو عربي أو أجنبي أو أي شخص في العالم. أول ما يسمع اسم حتشبسوت هيكون عارفها، لأنها واحدة من أعظم ملوك مصر القديمة وليها شهرة كبيرة قوي. بس في الفيديو ده أنا مش هحكي لكم عن تاريخها أو إنجازاتها، لأن كل ده معروف. أنا هحكي لكم عن تفاصيل القصة اللي ابتكرتها عشان تثبت إنها ليها أحقية في حكم كيميك. بس قبل ما احكي لكم عن تفاصيل القصة دي خلوني بس افكركم بمين هي حتشبسوت. حتشبسوت هي خامس ملكة في الأسرة 18 في الدولة الحديثة، وهي بتكون بنت الملك تحتمس الأول. واللي حصل كالآتي: إن الملك تحتمس الأول كان متجوز من الملكة أحمس حنت طامحو، ويقال إنها بنت الملك أمنحتب الأول اللي كان بيحكم قبل تحتمس الأول. والملكة أحمس دي خلفت الملكة حتشبسوت، وكده حتشبسوت من دم ملكي. وخليكم مركزين في كلمة دم ملكي دي، ودم ملكي يعني من أم ملكية وأب ملكي. وفي نفس الوقت كان الملك تحتمس الأول متجوز من زوجة تانية ثانوية عادية، وهي موت نفرت، وهي أنجبت الملك تحتمس التاني. وهنا كان في مشكلة بتواجه الملك تحتمس الأول، إن أكبر أبنائه اللي المفروض يتولى حكم مصر هي امرأة، وده بالنسبة للتقاليد المصرية وقتها ما كانش ينفع إن امرأة تحكم مصر. وابنه التاني تحتمس التاني مش من دم ملكي خالص، فقعد يفكر يعمل ايه لحد ما وصل لحل انه يجوز ابنه تحتمس التاني لبنته حتشبسوت عشان دمه يتخلط بدمها ويبقى ليه أحقية في الحكم من بعده. وفعلا اتجوز تحتمس التاني من حتشبسوت بأمر من أبوهم الملك تحتمس الأول. ودي كانت بداية الملكة حتشبسوت في إنها تطمع في الحكم بنفسها وتنفرد بيه. واللي حصل إنها كانت هي صاحبة الرأي الأول في كل حاجة، وإن الملك تحتمس التاني هو كان مجرد صورة مش أكتر. بس هي في نفس الوقت كانت بتتكلم باسم الملك تحتمس التاني. وبعد موت الملك تحتمس التاني حصلت نفس المشكلة اللي حصلت مع أبوه، إن مفيش وريث شرعي يحكم من بعده، لأن حتشبسوت خلفت بنتين وهما نفرو ورع، والبنت التانية الصغيرة مرت رع حتشبسوت. وكان تحتمس التاني برضو كعادة ملوك مصر القديمة متجوز من زوجة تانية ثانوية وكان اسمها إيزيس، وإيزيس دي خلفت ابنه الملك تحتمس التالت، فبرضه جوزه لبنته التانية من حتشبسوت اللي هي نفرورع. بس كانت المشكلة هنا إن وقت وفاة الملك تحتمس التاني كان ابنه لسه عنده 10 سنين، فما كانش هيقدر يحكم. وهنا جه دور الملكة حتشبسوت في إنها تكون وصية عليه في الحكم، وطبعا دي فرصة جات لها على طبق من ذهب. وفعلا استغلت الفرصة دي، وبعد كده قررت إنها تنفرد بحكم مصر لنفسها لحد ما يكبر تحتمس التالت. بس لازم الأول إنها تقنع شعب كيميت بيها، وإلا مش هيقبلوها وهيعملوا ثورة عليها. وقعدت حتشبسوت تفكر إزاي تقنع الشعب بيها ويقبلوها كملك على الأرضين، مصر العليا ومصر السفلى. فجت في دماغها فكرة مكارة شوية، وده بسبب إنها كانت ملكة ذكية جدا. الملكة حتشبسوت لقت إن أنسب حل وطريقة تكسب بيها الشعب ليها هو الدين، وده طبعا عشان المصريين القدماء كانوا متعلقين جدا بالعقيدة بتاعتهم، وإن أي حاجة مرتبطة بالعقيدة
فهي خلاص بالنسبة لهم حاجة مقدسة ومسلم بيها. وعلى فكرة احنا لحد دلوقتي كده شعب متدين بطبعه، ونقطة ضعفنا هي الدين. لحد دلوقتي أي حد عاوز يضحك علينا بيدخل لنا عن طريق الدين. المهم نرجع لموضوعنا. جت الملكة حتشبسوت وجمعت كبار كهنة آمون وكبار رجال الدولة في عهدها، وأهمهم طبعا سننموت اللي كان بيدعمها في أي حاجة وبيأيدها فيها، وقالت لهم انتوا هتقولوا للشعب إن أنا بنت آمون وعشان يقبلوني ملك على كيمت، وقالت لهم انتوا هتكتبوا القصة دي على معبدي عشان كل الشعب يبقى عارفها. وخلت الكهنة ينشروا القصة دي قبل إعلانها لتولي حكم كيمت كدعاية ليها، يعني عشان لما تعلن إنها ملكة على كيمت الشعب يقبل بيها على طول بما إنها بنت الإله آمون. القصة دي بتحكي فيها إن الإله آمون اجتمع مع باقي الآلهة، وكان هو بيرقص الاجتماع ده، وأعلن للآلهة إن هو قرر يخلق حتشبسوت عشان تكون من نسله وتحكم كيمت. فالإله تحوت إله الحكمة والكتابة في مصر القديمة اقترح عليه إن هو يتحول في هيئة بشرية في صورة تحتمس الأول، ويتجوز من الملكة أحمس حنة طامحو اللي هي تبقى أم الملكة حتشبسوت. وفعلا الإله آمون عجبته الفكرة دي جدا، وانتظر غياب الملك تحتمس الأول وتحول في هيئته البشرية بشكل تحتمس الأول وزيه، وراح لغرفة أم الملكة حتشبسوت وتزوجها، وبعدين كشف لها عن هيئته وقال لها إن هو الإله آمون. وأم الملكة حتشبسوت فرحت جدا بلقائه وانبهرت بجماله الإلهي، وقال لها سيكون اسم ابنتي التي وضعتها في جسمك خنمة إيمن حتشبسوت. لأن هذه هي الملكة التي خرجت مني وستتولى حكم البلاد وستكون من روحي ولها الفضل في حكم الأرضين. يعني هي هتكون بنته واسمها خنمة إيمن حتشبسوت، وهيكون ليها الفضل في حكم مصر اللي هي الأرضين، مصر العليا ومصر السفلى. وبعدين رجع آمون للسماء وطلب من الإله خنوم اللي هو في شكل الكبش إن هو يصور حتشبسوت الطفلة على عجلة الفخار ويجمع فيها كل صفات الجمال والذكاء عشان تعرف تحكم كيمت بعد كده. ولما جه وقت الولادة اجتمعت كل الآلهة بجانب أم حتشبسوت وهي بتولد عشان يساعدوها في الولادة ويخففوا عنها ألم الولادة. واتولدت الملكة حتشبسوت وشالتها الإلهة حتحور إلهة الحب والجمال في مصر القديمة وقدمتها لآمون عشان يباركها. وخدها آمون وقدمها لجميع الآلهة وقال لهم تأملوا أنتم ابنتي حتشبسوت، كونوا محبين لها. وباركتها جميع الآلهة. ودي القصة اللي ادعتها الملكة حتشبسوت عشان تثبت إنها ليها أحقية في الحكم، لأن بالقصة دي هي بتثبت إنها كده بنت آمون من جسمه، وكمان دمها ملكي لأنها بنت تحتمس الأول الدنيوية. فكده معنى القصة دي إنها من دم ملكي عشان هي بنت تحتمس الأول، وكمان من نسل إلهي عشان بنت آمون، فكده ليها أحقية بالحكم، وكمان تمت مباركتها من الآلهة. وطبعا عشان أنا قلت لكم ان احنا شعب متدين بطبعه، فالمصريين القدماء اقتنعوا جدا بالقصة دي وقبلوا بيها ملكة على مصر وكمان حبوها. واللي ساعدها في نشر القصة دي هما كهنة آمون وكمان سننموت، لأنه كان في الوقت ده بفضلها كان ليه دور كبير في إدارة شؤون البلاد. وهنتكلم عن سننموت بالتفصيل في فيديو تاني إن شاء الله. وده كان فيديو النهاردة عن قصة الولادة الإلهية للملكة حتشبسوت، والقصة دي مكتوبة بالخط الهيروغليفي ومنقوشة بالرسم كمان بالتفصيل زي ما أنا حكيتها كده على معبدها في الدير البحري. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وأفادكم، وما تنسوش تدعموني بلايك وتكتبولي رأيكم في الكومنتات. ولو وصلت لحد هنا ولسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس، واشوفكم على خير في فيديو جديد.